هلا في تعليقات اجتني للامانه انه ليش هلا عم تخبرنا؟ ليش ما تكلمت قبل؟ شوفوا، انا واحد من الناس كان ما فيني اتكلم بطريقه دبلوماسيه، ما بعرف انا هذا الاسلوب الدبلوماسي والطريقه اللي هي الحنكيه اللي انا اوصل فيها رساله. انا دجني دشتك العافيه، وهي المشكله اللي اصلا يمكن هي اللي مخليكم تحبوني، اني انا اللي بيتمي على لساني خلص بحكي وبوقع حالي بمشاكل كتير. فخفت اني اتكلم بطريقه وما اعرف اتكلم فيها تقوم اللعبه تبند لي صفحاتي. طالما شوف خلي ببالك، طالما انت بتستخدم فيديو لببجي موبايل، اللعبه من حقها ان تقدم بلاغ انتهاك حقوق وتشيل الفيديو بالكامل. ان شاء الله تكون باللوبي، انت اي شيء له علاقه بلعبتهم بيعملوا هذا الشيء هن. فحسيت حالي انا انه لازم ارد على هذا الموضوع، واليوم انا ما عم بلعب اللعبه، فانا بالسليم مثل ما بيقولوا، وهذا واقع. وانا تاريخي مع ببجي موبايل كان تاريخ سيء، يعني في عندي مشاكل مع الموظفين كتير. في مره في وحده من المرات، هي احد المشاكل اللي كانت 100. فبتوصل لمرحله انه انا خلص برفض العمل معكم، ما بدي اشتغل، يلا الله معكم، عمل هيك بندهم من الديسكورد. فكان الاسلوب سيء، عرفتوا؟ فقلت لكم انا شخص مالي دبلوماسي. فاللهم صل على سيدنا محمد، وحده من المرات بدايه انطلاق ببجي نيو ستيت، ركزوا على كلامي ها. وهون شوف الخبره يلي اخوك السمره عنده اياها. اي ماشي على راسي السمره. اجت ببجي موبايل، انا موقع معهم عقد اعلانات، وقلت لكم مقابل كل فيديو بنشره عندي مبلغ معين ذكرته بالستوريات اللي قبل. فاجت شركه ببجي موبايل شو قالت لصناع المحتوى؟ انا حاعطي لكل لاعب بسجل فيه باول يوم دخول على اللعبه بعطيه 40 شده 50 شده، ثاني يوم بعطيه 30 40، ثالث يوم رابع يوم خامس يوم لمده اسبوع انا بدي اوزع شدات، ولكن كل يوم لازم هو يفتح اللعبه ويتواجد فيها. طبعا الله يصلحهم ويهديهم، كل الصناع المحتوى اللي كانوا موجودين معنا وقتها بالعقود وافقوا على الكلام. انا قلت لهم ما بوافق على الكلام. قال ليش استاذ سامر ما بتوافق على الكلام؟ قلت له للشخص المسؤول، قلت له حبيبي انت بتعرف هذا الكلام قديش يعني مدى الحجم تبعه؟ قام قال لي لا، شو الغريب بالموضوع؟ قلت له حبيبي اللعبه اذا بدها تعطي لكل لاعب سجل دخول 30 شده لك بتحط مبالغ هائله، شلون؟ طبعا هو ما فهم علي. قلت له رح اعطيك نقطه انا بعرفها وقليل من الناس يلي بيعرفوها، بس بحكم اني شخص قديم وشغال مع اللعبه من زمان. اللعبه بتشتري الشدات بسعر اقل مننا بشي بسيط، بس بتشتريها مثلنا مثلها. فهي ما بامكانها انها تعطي لكل لاعب 30 شده كل يوم 40 شده كل يوم. هذا مبلغ جدا كبير ومبلغ بالمليارات وليس بالملايين. قلت شو عم تحكي؟ في آلاف اللاعبين من ملايين اللاعبين من الهند ومن الوطن العربي وبالاوروبيين وبامريكا لعبه ضخمه جدا، شلون بدها تعطي لكل واحد؟ قلت له روح للشركه وتاكد لي منها. شوفوا اقسم بعزه جلال الله، قلت له روح للشركه وتاكد لي منها، هي الشدات اللي انتم عم تعطونا اياها بحسن انا بشتري فيها الرويال باس، بحسن انا بفتح فيها صناديق. لما راجع الشركه قالت له الشركه لا، نحن مخصصين لهم مكان بيشتروا منه ستوري معين فقط مختص بهي الشدات. قلت له معناتها لا يروحوا يسموها يو سي، خلي يسموها فيك يو سي او شبيهه اليو سي. لما بتسمي لي اياها شدات او يو سي معناته يو سي نظاميه، وانا لما بدي اقولها لمتابعيني بلساني يو سي حسبت علي انه هي يو سي، وهي ما لها بيو سي. هي عباره عن عمله الكترونيه من داخل اللعبه بتخليك تشتري بعض السكنات وبعض الشغلات اللي ما لها اي لازمه، وما فينك تشتري فيها غير كنزه وبنطلون مهتري وشغلات يعني سيئه. فانا شلون بدي اقول لهم للمتابعين يدخلوا اخر شيء اطلع بصوره انا كذاب قدام الناس؟ انا سميت لهم اياها يو سي، مجرد ذكر اليو سي معناته بدكم تعطون يو سي نظاميه او سميهم بلاس يو سي، لك اي اسم يا اخي بس لا تسمي لي اياها باليو سي. فهي كانت وحده من الامور اللي عينهم احمرت مني كثير. وبتتذكروا الفيديو اللي انا حكيت فيه عن الحصان، انه اللعبه منزله حصان ومنزله، اعطتني عليه انتهاك حقوق، شالته اللعبه. ما انا كنت عم اتكلم بطريقه كثير كوميديه وبطريقه عفويه، لا سامر ممنوع يتكلم. يوم كبسه زر اعطوني عليه انتهاك حقوق، كان باقي لي
اللهم صل على سيدنا محمد، بس مره واحده بيشيلوا لي القناه كلها تبعت اليوتيوب، مع انه انا صانع محتوى، بس ما بدهم حدا يعارض. يعني مثلا يجوا لعندي يعطوني اعلان مثلا شنطه مؤقته، اقول لهم بربكم انا يوتيوبر، بدي يوتيوبر، انا شغله كبيره وفوق على الشجره قاعد انا. شلون تعطوني اعلان لشنطه مؤقته؟ انا لك شلون حرك الدولاب الحظ وخلي الجندي يتقدم وينط ويعمل بيك يمين وبيك يسار، بتربح معنا اللبسه المؤقته. لك شلون لبسه مؤقته؟ انا شلون بدي اتكلم للناس لبسه مؤقته؟ عمول الاعلام ما بعملوا وقعت هالمشاكل بيناتنا. فاطلت السيره وتكلمت كثير، هذا السبب اللي كان ما يخليني اتكلم وقتها. خاف اللعبه تعطيني انتهاك حقوق ويطيروا منصاتي ويطيروا حساباتي. لا، هلا حاليا ما عندي مشكله، انا بتكلم ولالي عم بطلع لايف والموضوع راح من زمان، وكان في نوع من الخوف. نعم، جاوبتك بكل صراحه للشخص اللي سأل ليش خبيت الموضوع طول هي الفترة. خبيته خوفا على حساباتي انها تتبند. ما بعرف تسامحوني ولا لا، هل انا قاعد بنظركم الشخص الجبان، الشخص السيء؟ والله ما بعرف، حقكم على راسي، كان لازم اخبركم من وقتها، بس والله ما عندي هالجسارة هي. اجاني سؤال تاني، انه انت هلا شيلكم الزهري هي سيارة مرتي، معلش سامحوني الله يبارك فيكم. فأطلت السيرة. طبعا شو اللي بيخليك سامر شلون يعني اللعبة هي بتدفع مصاري على اليو سي على الشدات؟ شلون؟ هي عملة الكترونية، يعني الشركة ببجي موبايل او اي لعبة عندها عملة انت حتى تشحن صناديق وتعمل. هي اللي مو إلها لهدول المصاري، هي العملة مو لها، يعني مو هي خلص بتعطيك مليون شدة يلا خلصت، لا، هي عملة الكترونية معترف عليها دوليا. فهي عملة مثل الدولار، مثل اي شيء ثاني، وإلها سعر معين باتفاق دول معينة، وبتدخل بنظام الانترنت وبتصير تباع عن طريق الانترنت. بس لعبة ببجي موبايل هي العملة مخصصة لها، بس هي ما بتملكها، هي عملة الكترونية مباحة للبيع. عرفتوا كيف وصل؟